يمر نادي الفتح الرياضي الرباطي بفترة زاهية هذه الأيام على صعيد النتائج، فبعد تمكنه من الفوز على نادي الرجاء البيضاوي برسم مؤجل المرحلة الثالثة عشرة من الدوري، وباستهلاله لشطر الإياب بانتصار خارج الديار على حساب الوداد الفاسي، ما أدى إلى تسلقه المرتبة الثالثة في الجدول العام، وهو المنحى الذي يريح مكونات النادي الأحمر ويبعث على التفاؤل داخل أوساطه. نهينا الشطر الاول من البطوله بشكل موفق، الحمد لله رجعنا في تبور الترتيب. الان حصلنا على 6 نقاط في جوج المباريات، خلاتنا اننا نتصدروا مع مجموعه ديال الفرق الترتيب ديال البطوله. مازال عندنا جوج ديال النقاط، تنتسناو ان اللجنه ديال المصادقه على المباريات تعطيهم لنا. اللاعبون الذين يحسب لهم مجهود النتائج الحالية تغمرهم معنويات عالية، إذ بات الفتح مطاردا ضاغطا على الزعيمين المغرب تطواني والكوكب المراكشي وبفارق 3 نقاط، إضافة إلى أن لقاءهم المقبل أمام جارهم الجمعية السلاوية سيكون ولأول مرة على ملعبهم الخاص مولاي الحسن. الحمد لله، يعني حد الان الصوره ولات تتوضح. الفريق فتح رباطي من بعد كنا نحتلوا المراكز يعني السابعه ولا العشره، الحين يعني مركز يعني الثاني. يعني الامور ولات واضحه بالنسبه للفريق، بالنسبه للاعبين. يعني حظوظنا ولات اكثر ان شاء الله باش نتوجوا بالدوري هذا الموسم ان شاء الله. يعود نادي الفتح الرباطي في غفلة من منافسيه إلى صفوف الأضواء، وهو أمر غير غريب على ناد كبير يعرف كيف يستدرك الأوضاع. الأخضر نوالي، بي سبورتس، الرباط.